السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاود إن شاء الله تكونوا بخير. أه... صحة فطوركم ورمضان كريم للجميع. وليكم فيديو جديد، فيديو خفيف غادي نوريكم كيفاش نخدموا واحد لي زيتاجير ولا واحد الديكور تاع شومبر. هاد الديكور هذا تابع لواحد الديكور انا خادمينه ديجا من قبل تاع لا تيليفزيون. غادي نوريكم كيفاش غادي نخدموه بطريقة سهلة وان شاء الله تستافدوا معاه. كما كنت تشوفوا خوتي هنايا دينا هاد القطعه هذه غادي نديروها كما كشغل، نديرو نخدمو عليها نعبرو عليها. درنا فيها الطول 40 والعرض 30، وهادو هما القطع اللي غادي نخدمو بهم دوك الكارويات نتاع الديكور تاعنا. شوفوا هنا عندنا 40 تاع الطول و15 تاع الارتفاع، وهنا عندنا 30 تاع العرض و15 تاع الارتفاع. شوفوا كيفاش غادي نركبوهم خوتي هنايا. هنا نركبهم خوتي ونشدهم بهاد الكروشيه هادو قبل ما نديرهم البلاطو ونزيروهم. وهنا نبداو نديرو البلاط في القناة باش نشدو القطع مع بعضاهم قبل ما نديرهم لافيلاس، باش كي نجيو نديرو لافيلاس تجينا ساهلة ما يبقاوش يهربون. هنايا كي يبسو هاد القناة هادو نقدو نكلو هاد الكروشيات ونديرو لافيلاس تاعنا. طريقة سهلة كيما نقولوها، تنقص بزاف تاع التعب هاد الطريقة هادي، وتقلع لكم التعب في الحيط. نقص عليكم الخدمة في أغلب الخدمات تخدموها على الطابلة. وهنا نبداو نديرو في لافيلاس. كما كنتو تشوفو خوتي لافيلاس نديروها غير من الجهة الفوقانية، غير الفوق في الأعلى، منديروش في المنطقة السفلى، خاطرش هادوك البلايص تحتا غادي يلصقو في الحيط. المناطق السفلى هي اللي غادي تلصق في تكون تثبت على الحائط. نديرو لافيلاس في الجهة الفوقانية، في الجهة العليا كما تشوفوا، باش الجهة السفلى تبقى لنا نقية، باش كي نحطوها على الحيط ما يعوجلناش، ما يصراش ديكالاج فيه. وهذا هو الشكل تاعنا بعد ما يبس. شوفوا خوتي، هذا هو المربع تاعنا المستطيل. هذا يركب مباشرة في الحائط، المنطقة تاعه اللي نكونو متراصين لها من قبل في الحيط. باش تكونوا على علم خوتي، هاد المربعات هادو يكونوا كلشي نكونوا راسمينهم في الحيط مسبقا كيما نقولوا حنايا، بالنيفو تاعنا وبصوالحنا وكلش، باش كي تلصق المربع يلصق في بلاصتو. كيما هنا كيما تشوفوا غادي نركبه هنايا. هنا راني متراصي المكان، ماشي غير هكا وركب. تسمى هادوك المربعات راني متراصيهم، ما يبانوش مليح في الفيديو بصح الا تكون متراصيهم وتكون عابر لهم. بين المربع والمربع كاين 10 سنتي باش يخرج الشكل كلشي متساوي، ماشي تخرج جهة صغيرة على جهة، ولا خص يخرج كلشي كيف كيف.
وعندنا كيما تشوفوا خوتي رانا نركبوا الشكلين الاخيرين. هنايا غادي نفوتو لهم الكابريات نتاع الضو تاعهم باش نديرو لي سبوت ونديرو اللاد تاعنا، ايوا نبلعو الشكل تاعنا ونفينيوه. هنا كيما راكم تشوفوا خوتي هاد المربعات هادو ركبناهم غير بالبلاط، هادي غير باش نلصقوهم ومن بعد دوك نديروهم لافيلاص، خاطرش هكا ما يكونوش راكبين مليح. هنا غادي نديرو لافيلاص نركبهم نعاود ندورو عليهم كاع بلافيلاص مع الحائط. راك تشوفوا هنا باش نثبتوهم مليح، باش نزيروهم باش يكونوا راكبين كيما نقولوا حنا بشكل جيد. لافيلاص هذه هي اللي غادي تلصقهم مليح مع الحائط. ندورو على المربعات كاع التور تاعهم كاع كل جهة راني كيما تشوفوا، قبل ما نفوتو الخيط نتاع الضو، قبل ما نبلعو. خوتي هاد الشكل هذا راني خادمه مع الشكل تاع التلفاز. الفيديو راه كاين في القناة نتاعي، تقدروا توليو تشاهدوا الفيديو كيفاش خدمنا هذاك الديكور تاع التلفاز هذاك. دوك نخلي لكم الصور تاعه في اخر هذا الفيديو باش تعرفوا الفيديو اللي درناه من قبل ووليو شوفوه وان شاء الله تستافدوا معنا في هذاك الفيديو ان شاء الله. انا خوتي بعد ما بلعنا الشكل تاعنا نبداو نفينيو فيه. هذا هو الفيديو تاعنا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. حاجه خفيفه هذه، كما نقولوا المبتدئين ان شاء الله يستافدوا معنا وبارك الله فيكم ونتمنى لكم رمضان كريم. وما تنساوش تدعمونا وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، ديروا لنا جيم وكومونتير مليح، وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.